يا صباح الفل، صباح الجمال عليكم حبايبي الحلوين. النهارده بقى جايبه لكم وصفه كنافه سهله وبسيطه. اللي ما بتعرفش تعمل حلويات هتعملها ماشي على طريقه امهاتنا البسيطه خالص، اللي ما فيهاش تعقيدات، ما فيهاش اي افتكاسات. هنعملها وهتبقى معانا زي العسل. انا سقيتها بالشربات اهوت. الشربات بتاعنا لا هو خفيف ولا تقيل، وسط. ماشي، بصوا بقى الجمال. بصوا الطراوه من جوه ناشفة ومقرمشة من بره وطرية من جوه. حاجة كده جمال الجمال. بصوا، دي انا عملتها قبل الفطار وايه وقطعتها بعد الفطار. جميلة وخفيفة و يعني سهلة جدا، طريقتها سهلة جدا جدا جدا. يلا نشوف المقادير بتاعتنا ايه. وما فيهاش مقادير ولا حاجة، ده شوية حاجات من البيت كده. هنعملها سهلة وسريعة. بصوا الجمال، بصوا اخر جمال. زي ما انت عايزه بقى ايه تعملي المقاس للصينيه اللي انت عايزاه. انا عامله الصينيه ديت اللي هي ال 32. عايزه انت بقى تعملي اقل من كده براحتك. اهو. بصوا الجمال، بصوا تحفه. طريه من جوه وهشه وناشفه من جوه، مقرمشه كده، جميله جدا. يلا نخش على الوصفه بتاعتنا ونشوف مقاديرها ايه. عندي اول حاجه هعملها ايه الشربات. احط كوبايتين سكر على كوبايتين ميه بس، وفانيليا وليمون. بس اول ما بتبدا تغلي بحط الفانيليا وبحط ايه عصره ليمون. معيار السكر قد معيار الماء. وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده تعتبر اول جمعه في رمضان، أعاده الله علينا وعليكم وعلى أمة المسلمين أجمعين باليمن والبركات. اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. يلا نحط السكر على النار. على ما يستوي هنكون احنا عملنا الصينية بتاعتنا. طبعا انا عندي المادة الدهنية بدهن بيها قاعدة الصينية الاول، وتكون مادة دهنية يعني بزيادة شوية. الكنافة بتحب الإدام زيادة شوية. تمام. هبدأ بقى اوزع الدهان كده فيها، وابدأ ايه افرفر الكنافة فيها. الكنافة بجيبها من عند الكنفاني صبحة، ويا دوبك بس بسيبها كده ايه على الترابيزة، وبغطيها بفوطة عشان ايه يعني تشف معايا. مش بحطها في الفريزر عشان تبقى بتتفرفت. انا عايزاها، لا عايزاها صحيحه وبحالها. تمام. هبدا ايه افرش ارضيه الصينيه كلها واظبطها، والحته الفاضيه طبعا ايه بظبطها. بس كده بملى الفراغات كلها كده، وبظبط الصينيه قاعده الصينيه وايه وبططها كده لحد ايه ما تتدخل في بعضيها. كنافه تكون داخله في بعضيها، عايزه ترشها ببخة ميه كده مفيش اي مشكله. تمام. بظبطها بقى كلها وابدا ايه اتك عليها كده عشان تدخل في بعضيها، واظبط السطح بتاعها يكون كلته ايه واحد. تمام كده اهو. سهله وبسيطه ومتاخدش مننا وقت خالص. ببدا بقى اتك عليها كده جامد، وبخت ميه كده بسيطه. اهي. بصوا اهو. واحط بقى الايدام بتاعي اهو، مفيهاش اي مشكله. عندك بقى شويه المكسرات بتاعتك حطيهم اللي انت عايزاه بقى. زبيب، جوز هند، سوداني. عندك مكسرات تانية، بندق، لوز، عين جمل. اللي انت عايزاه، اللي انت عايزاه المتاح عندك. لو حبة سكر سنترافيش هتحطيهم، هتبقى زي الفل بجد. تمام. حطيت بقى شوية المكسرات بتوعي، وهبدأ ايه برضو ارش تاني سمنة، وابدأ احط ايه الجزء العلوي اهو. ادي السوداني مجروش اهوت. احنا بنعملها على قد الايد والمتاح عندنا في بيتنا. مم. كده جميل قوي وحلو قوي. هبدأ بقى احط ايه الطبقة التانية. وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اهو.
ابدأ افرفرها كده بس. في طرق تانية كتيرة للكنافة، دي طريقة من ضمن الطرق، وهنشوف برضو اما تخلص هنعمل طريقة تانية وهنعمل طريقة تالتة، ونشوف الطريقة اللي تعجبكم هتعملوها هتعتمدوها عندكم، هتتبسطوا منها جدا، وهتبقى خفيفة جدا جدا. اه انا بحاول اظبط الصينية كلها اهو. بصوا اه عملتها. هجيب بقى صينية اقل من اللي انا هحطها فيها دي، وابدأ ايه اتك عليها كده، عشان ايه لو فيها هايش ينام مع الصينية. اه ابدأ بقى احط الايدين بتاعي برضو، زودي شوية يعني. انا ما عملتها يعني كانت عايزة شوية ايدام كمان، يعني ما تبخليش عليها بالايدام، يعني كوباية زيت وسمنة كده، او كوباية سمنة فلاحي تتحط كلها، وشوية زيادة كمان، معلقتين 3 كمان. تمام. حطيت الايدام كله، كنت مولعة الفرن، حطيتها في الفرن بقى الرف الوسطاني على درجة 180، تحمر من تحت. لو احمرت من تحت قبل فوق، ولعي الشواية وحمري الوش، وبقت جاهزة معايا وبالجمال ده. بصوا تحفة وجميلة، وما خدتش منا وقت خالص، يعني اقل من 10 دقايق كنا عملنا حاجة حلوة جميلة سهلة لعيالنا، وما كلفتناش حاجة. اه سيبها بقى بالشربات. تنسونيش لايك واشتراك وكومنت حلو، بحبكم في الله. ما تستخسروش ان انتوا تحطوا لايك، يا ريت تحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. ولسه ما عملتيش لايك للفيديو، انزلي اعملي لايك وشيريه لاصحابك وحبايبك عشان يشوفوه ويعملوا الطريقه الجميله دي، الوصفه الحلوه دي. وبحبكم في الله، ربنا يجعلنا لبعض يا رب سبب، وتكونوا سبب في رزقي ورزق عيالي و... وكل سنة وحبايبي وأهلي وأصحابي وجيراني بخير، والأمة الإسلامية أجمعين بخير، وجعل الأيام علينا وعليكم والأيام بخير يا رب العالمين. يلا ندوق الجمال ده بعد الفطار بقى. فطرنا وهندوق الحاجة الحلوة وما تقلوش منها، يعني لقمة صغيرة كده برضه، عشان ايه السكريات كتير غلط. فهناخد بقى لقمة على قد نفسنا كده، وبحبكم في الله، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. يلا سلام.